إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بنقدم تغطية خاصة وحصرية باخبار قطبي الكرة المصرية، النادي الاهلي ونادي الزمالك، بالاضافة لاخبار نجمنا المصري محمد صلاح، بالاضافة لموعد المباريات. فلو اول مرة بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في الحلقة ديت هنقدم لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة الدوري، زائد التشكيل المتوقع للمباراة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا عن موعد المباراة، هنقدم لكم طريق النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وطريق نادي الزمالك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي تحت المسمى الجديد. اسفرت القرعة عن مواجهة النادي الأهلي مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. مباراة الذهاب هتتلعب في جنوب أفريقيا، بينما لقاء العودة في القاهرة. الفايز من فريق النادي الأهلي وفريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية هيلاعب الفايز من فريق حورية كوناكري الغيني وفريق الوداد الرياضي المغربي في الدور قبل النهائي. انصعد النادي الأهلي للدور قبل النهائي، في مباراة الذهاب هتكون خارج الديار ومباراة العودة داخل الديار. أما بالنسبة للنادي الأهلي إن كمل المشوار وصعد للنهائي، فمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هتكون في القاهرة، ومباراة العودة هتكون خارج القاهرة. دي كان طريق النادي الأهلي بعد القرعة اليوم. ننتقل من طريق النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لطريق نادي الزمالك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي. اسفرت دور الثمانية عن مواجهة نادي الزمالك مع نادي حسنية أغادير المغربي في المباراة في الدور الثمانية. الفائز من فريق نادي الزمالك وفريق حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية هيواجه الفائز من فريق الهلال السوداني وفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي في مباراة في دور قبل النهائي. دي طريق نادي الزمالك في البطولة. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونادي الزمالك في المباريات الإفريقية والتتويج بالبطولة لكل فريق. ننتقل من طريق الزمالك والأهلي الأفريقي إلى مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري. موعد المباراة إن شاء الله هيواجه النادي الأهلي نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة مؤجلة من الأسبوع ال17 في بطولة الدوري. المباراة هتكون يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 30/3/2019. المباراة هتكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة، الساعة 8 بتوقيت السعودية، الساعة 9 بتوقيت الإمارات. تاني مباراة هتكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة، الساعة 8 بتوقيت السعودية، الساعة 9 بتوقيت الإمارات. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فسوف تبث المباراة عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت، أون سبورت ونايل سبورت، القنوات الحاصلة على بث حقوق البطولة. أما عن ترتيب الفريقين في جدول المسابقة حتى الآن، فيحتل نادي الزمالك رغم التعادل الأخير أمام المقاولون العرب في المسابقة، يحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 51 نقطة. الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك نقطتين. أما عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، فهنبدأ بتشكيل النادي الأهلي المتوقع للقاء. الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بيبدأ الفترة الأخيرة التشكيل في حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، سعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول.
في وسط الملعب عمرو السولية واللاعب حسام عاشور أو أحمد فتحي أو هشام محمد. أما بالنسبة للاعب كريم نيدفيد، احنا عرفنا ان كريم نيدفيد موقوف لقاء وحيد وهو لقاء الزمالك بسبب حصوله على انذار في مباراة بتروجيت. في وسط الملعب ممكن نشوف تغييرات، ممكن نشوف عمرو السولية وحسام عاشور، ممكن نشوف عمرو السولية وأحمد فتحي، ممكن نشوف عمرو السولية وهشام محمد. بيبقى في تغيير في مركز وسط الملعب حسب اللاعبين الجاهزين واللاعبين المصابين خارج اللقاء. أما بالنسبة للرباع الهجومي، مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بيعتمد في بطولة الدوري على اللاعب ناصر ماهر كمركز صانع ألعاب. جناح أيمن ممكن نشوف أكتر من لاعب، ممكن نشوف حسين الشحات، ممكن نشوف رمضان صبحي، وممكن نشوف اللاعب جيرالدو داكوست. وأتوقع الدفع باللاعب جيرالدو داكوست بعد الأداء الممتاز اللي ظهر به في بطولة الدوري. أما جناح الأيمن ممكن نشوف أيضا اللاعب حسين الشحات أو رمضان صبحي أو اللاعب جونيور أجا. وأتوقع جونيور أجا هيكون له حظ في التشكيل أمام نادي الزمالك. أما بالنسبة للمهاجم فممكن نشوف اللاعب مروان محسن أو وليد أزارو، وممكن نشوف مهاجم جونيور أجا ويبقى تحتيه 2 جناحات حسين الشحات ورمضان صبحي، أو حسين الشحات واللاعب جيرالدو أو رمضان صبحي واللاعب جيرالدو. ودي التشكيل المتوقع من وجهة نظري للقاء بالنسبة للنادي الأهلي. أما بالنسبة لتشكيل نادي الزمالك ففي الفترة الأخيرة كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بيثبت تشكيل بالنسبة للخط الدفاعي وخط الوسط، وبيبقى فيه بعض التغييرات في الخط الهجومي وبالأخص مركز الجناحين، الجناح الأيمن والجناح الأيسر للفريق. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في حراسة المرمى اللاعب محمود جنش، خط الدفاع من اليمين للشمال حمد النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش بعد تألقه، أو محمود علاء وممكن نشوف جنبه اللاعب محمد عبد الغني. ظهير أيسر اللاعب عبد الله جمعة. في خط الوسط ممكن نشوف اللاعب طارق حامد وفرجاني ساسي. الفترة الأخيرة كريستيان جروس بيعتمد على الاثنين بشكل أساسي. أما بالنسبة للرباعي الهجومي لنادي الزمالك فممكن نشوف أكتر من تشكيل بالنسبة للرباعي الهجومي. جناحين ممكن نشوف أحمد زيزو ومحمود كهربا، ممكن نشوف إبراهيم حسن ومحمود كهربا، ممكن نشوف محمود كهربا واللاعب أحمد سيد زيزو، ممكن نشوف حميد أحداد وإبراهيم حسن، ممكن نشوف أكتر من لاعب في الجناحين. فالتشكيل المتوقع بالنسبة للرباعي الهجومي لنادي الزمالك: صانع ألعاب يوسف إبراهيم أوبامي، جناح أيمن أحمد سيد زيزو بعد تألقه في المباريات السابقة في بطولة الدوري، جناح أيسر محمود كهربا أو حميد أحداد، ومهاجم وحيد خالد بوطيب أو عمر السعيد. وده التشكيل المتوقع لنادي الزمالك لمباراة القمة. ما تنساش بنقدم تغطية خاصة وحصرية بأخبار قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك. توقع نتيجة اللقاء وصاحب التوقع الصحيح هننزل اسمه في الفيديو بعد المباراة مباشرة. وهنسيبكم دلوقتي مع التوقعات الصحيحة بالنسبة للمباريات السابقة، بالنسبة لمباراة النادي الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري ولمباراة الزمالك ونصر حسين ضاي. ودي كانت حلقتنا عن موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة الدوري. نتمنى مشاهدة ممتعة للفريقين، نتمنى مباراة جيدة من قبل الفريقين. ودي كانت حلقتنا، وانتظرونا في فيديو جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صل على محمد.